والله يعني أنا شايف إن النهارده ده عرس رياضي، نهاية نشاط شهر رمضان. أنا لسه كنت بقول إن رغم الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر، إلا إن الدولة ما بخلتش أبدا على الشباب والرياضة. أنا شايف السنة دي إن في طفرة في تطوير المنشآت الرياضية في سوهاج. شايف إن في طفرة في دعم الأنشطة الرياضية، ولذلك احنا الانشطه الرياضيه ما بتنتهيش في محافظه سوهاج. احنا كل يوم تقريبا في انشطه رياضيه بتتم وليها دعم من وزاره الشباب والرياضه. والله الدوره الرمضانيه المقامه على ارض الملاعب السنه دي بتعتبر طبعا الاولى من تاريخها، الاولى من نوعيتها في تاريخ سوهاج. ان اول مره طبعا في تاريخ سوهاج ان تقام دوره رمضانيه وتغطى عن طريق برنامج تلفزيوني على قنوات فضائيه. فطبعا دي حاجه شايفينها ابناء سوهاج وشباب سوهاج كبيره جدا جدا جدا، والناس كلها طبعا فرحانه. ودوره كانت قمه في المتعه وقمه في الاثاره الرياضيه والفنيه. هذه الدوره تتم من يوم تكريمها تحت رعايه السيد اللواء الوزير محافظ سوهاج دعما من وزاره الشباب والرياضه. لعب فيها اكثر من 800 فريق رياضي، سواء في كره القدم او اليد او العاب القوه او الطائره، تحفيظ قران الكريم، الكورال، الفرق الموسيقيه والفنيه، كل ذلك سوف يتم تكريمه دعما من وزاره الشباب من المهندس خالد عبد العزيز تحت رعايه محمود عثمان عتيق محافظ سوهاج، الذي لن يتوانى لحظه في ان يقدم الكثير والكثير لشباب سوهاج. اول دوره رياضيه في سوهاج تحظى بجماهير كبيره، والحمد لله نجاح الدوره بشهاده الكل في سوهاج، والحمد لله بنشكر ربنا ان هي تمت على خير، والنهارده دي شاف التكريم وبنهديه كله ده هو لشعب سوهاج والجمهور سوهاج العظيم. الحمد لله بصراحه دوره جميله، كفايه الشباب بصراحه لقى حاجه فعلا يفرغ طاقته فيها. دوره لمت من جميع انحاء سوهاج، مش مجرد المحافظه، فرق من المراكز جت لعبت معانا ومن المدينه، فدي بصراحه لمت مثلا شباب كتير جدا. دي برضه انا من خلال قناه القاهره وكره بلدنا انا بشكر الاستاذ عبد الناصر زيدان ان احنا اتاحت لنا الفرصه دي، وبصراحه كل القائمين هنا في الدوره كانوا بصراحه يعني تعبوا تعب كبير، وفعلا انالت الاعجاب الجمهور كله. حاجه عظيمه ومشرفه جدا، وبشكر كل القائمين عليها، على راسهم الاعلامي عبد الناصر زيدان والكابتن مصطفى حسن والكابتن عصام وكل القائمين على الدوره. بصراحه حاجه مشرفه للسوهاج كلها، يعني نفخر بيها كلنا. والحمد لله الواحد كان نفسه يلعب بالنهائي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يعني، وانا حصلت على احسن حارس مرمى في البطوله. كل سنه واحنا طيبين وربنا يعود علينا الايام بخير. بصراحه دوره كره بلدنا لاول مره احنا نشوف بطوله في المستوى ده الرائع في سوهاج. في المقام الاول احنا بنحيي الحاج محمد ابو الوفا الراعي الرسمي لدوره كره بلدنا هنا في سوهاج، هو اللي ادى البطوله روح واداها شكل جمالي، وبنقول الراعي الرسمي دايما في كل اللقاءات الرياضيه الحاج محمد ابو الوفا. طبعا مركز شباب شندويل كان مشارك هنا في العاب القوه والكره الطايره، وبفضل الله عز وجل حصلنا على المركز الاول في الكره الطايره فريق اول وناشئين، وحصلنا على المركز الاول في العاب القوه جري ان شاء الله باذن الله تعالى. والله الحمد لله دوره كره بلدنا كانت خير دوره في محافظه سوهاج، كانت دوره رمضانيه جميله جدا برعايه الاستاذ احمد الديب وكيل وزاره الشباب والرياضه والسيد اللواء المحافظ اركان حرب عثمان عتيق. كانت دوره متميزه، سعدت لقاء شباب سوهاج الواعي اللي هو حضر في هذا الدوره الجميله، وكانت دوره ممتعه بكل المقاييس. استجوى احتفاليه رائعه، واختتمت الدوره الرمضانيه لبرنامج كره بلدنا بمحافظه سوهاج، وحمل ابناء سوهاج لإصالة شكر وتقدير للاعلامي عبد الناصر زيدان من محافظه سوهاج عصام محمود لكره بلدنا. طيب دي أول مفاجآتنا النهاردة مع فريق العمل. طيب خلينا أقول لكم، ومعانا انسرتات كتير بيقول لي محمود هنعرضها لهذه الدورة، دورة برنامج كرة بلدنا في سوهاج، وأنا بدوري بشكر السيد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج على دعمه للدورة ورعايته وتقديم جوائز محترمة جدا. بشكر الراجل المحترم اللي أنا دايما بقول عمي الحاج أحمد الديب، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب والرياضة بسوهاج. وعايز أقول للوزير خالد عبد العزيز، وأنا كنت معاه واتكلمت معاه كتير جدا في هذا الموضوع، واتكلمت كل قيادات الوزارة، أن لو لدي
لدينا في مصر وكلاء وزارة زي أحمد الديب كنا سنسمو ونرقى بالممارسة في الرياضة في جميع الألعاب بشكل رائع. تخيلوا دورة كرة بلدنا اللي قدامكم دي، يعني مديرية الشباب والرياضة بسوهاج وأحمد الديب وكل العاملين في المديرية عملوا قصادها كمان، يمكن دي لقطات من حفل توزيع الجوائز والختام يعني، ودي لقاء السيد المحافظ محمود عتيق. احمد الديب عمل سباحه وعمل العاب قوى وعمل طايره وعمل يد، كرنفال، اولمبيات رمضانيه وليس دوره رمضانيه. ويمكن اللواء محمود عتيق اللي انا بوجه له الشكر مره ثانيه، محافظ سوهاج، واللي معانا على الشاشه اثناء اللقاء اللي كنا عاملينه معاه في كره بلدنا، الراجل نفسه قال لم اكن اتوقع ان تتحول هذه الدوره لكرنفال شعبي وحضور جماهيري كبير وكبير جدا. ايضا عايز اشكر صديقي العزيز محمد ابو الوفا، عضو لجنه الانديه القسم الثاني بالاتحاد المصري لكره القدم، عضو مجلس اداره نادي سوهاج والمشرف العام على الكره، اللي هو قدم جوائز محترمه جدا، وكان بيشارك بنفسه، وكان في مجموعه جدا بتطلق على نفسها فرقه محبي محمد ابو الوفا. كانت حاجه اكثر من رائعه. مش لاقي كلام بصراحه اقوله لاحمد الديب ومحمد ابو الوفا بالتحديد، ولكن خلينا نقف كتير جدا مع اسم احمد الديب، لان هذا الرجل يوفر لبرنامجنا ما لم يوفره احد، سواء في اي بطوله بننظمها او اي مسابقه بنشارك فيها. ايضا يمكن زميلنا عصام محمود المشرف على المجموعه الاولى في دوري القسم الثاني معانا على مدار عام، عمل كرنفال في التغطيه، سواء هشام مختار، سواء فاتن شلبي، سواء المعلق مصطفى حسن، سواء احمد جرجار المصور. ويمكن يا محمود لو معانا لقطات ثانيه يا ريت نطلعها، لان فعلا الدوره دي نفتخر بيها في كوره بلدنا بجد. يعني انا بشكرهم وبنحني تقديرا على كم اللافتات اللي اتعمل للبرنامج في هذه الدورة، وفعلا مش لاقي كلام اقوله في حق الناس دي الا انهم فوق دماغنا، وسيظل كرة بلدنا ملك لهؤلاء الناس المحترمين، ملك للغلابة بعيد عن السبابيب وقلة القيمة والناس اللي بتحاول تعرقل نجاح البرنامج، واللي مستمر رغما عن انفهم مهما حاولوا يعملوا في اي مكان على مستوى الجمهورية. كل اللي بيعملوه ده في الهوا وملهوش اي لازمة ما دام في ناس محترمة بالشكل ده.